كرهوا كل شيء والحب والرجاء بينوضوا مطرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة نادي الجراد العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي، ولكن قبل ما تتفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش انك تدوز عندي الصفحات الرسمية الخاصة بالقناة على مواقع التواصل الاجتماعي بينهم فيسبوك وانستغرام وحتى التيك توك، وهما بثلاثة غادي تلقاوهم من تحت في الديسكريبشن. ودابا نخليكم مع الانترو. ونبداو اخوتي الرجويين خواتاتي الرجويات الفيديو ديالنا على بركه الله. طلب جوزيف زيمباور الالماني مدرب فريق الرجاء العالمي اداره النادي الاخضر باجراء بعض التعاقدات خلال فتره الانتقالات الشتويه القادمه، وحسب مصدر مطلع فزيمباور يرغب في تعزيز مراكز الخصاص في صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي، خاصه على مستوى خط الدفاع. وكان فريق الرجاء العالمي قد تعاقد بشكل رسمي في الوقت السابق مع الايفواري هيرفي الذي يشغل مركز وسط الميدان والمهاجم البوليفي فيكتور ابريغو. طلب جوزيف زيمباور الألماني مدرب فريق الرجاء العالمي إدارة النادي الأخضر بإجراء بعض التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وحسب مصدر مطلع فزيمباور يرغب محمد بودريقة يحصل على حكم لصالح الرجاء العالمي بقيمة 450 مليون سنتيم ضد شركة أولا إنرجي. وسط ميدان دفاعي اتفق وكيلهما مع فريق الرجاء العالمي على جميع بنود العقد الذي عبارة عن 300 مليون سنتيم خلال 3 سنوات، لكن الحاج منصور وكيل حركاس دخل في الخط وتواصل مع اللاعب ليخبره أن له عرضين من بركان والجيش الملكي، لكن اللاعب بقي متشبث بفريق الرجاء العالمي. لكن وكيل حركاس اتصل بصوان مرة أخرى ليخبره أنه لديه عرض من فرنسا، ليتصل اللاعب بوكيله ويخبره بأنه لم تبقى له الرغبة في حمل قميص فريق الرجاء ويريد الاحتراف بأوروبا، أو رفع قيمة العقد إلى 560 مليون سنتيم ل3 سنوات. مكتب الرجاء اعتبر الأمر ابتزاز وقرر استبعاد اللاعب من قائمة التي يريد انتدابها في الميركاتو، لإشارة اللاعب لن يتوفر على اي عرض من بركان والجيش فقط. وهنا خوتي الرجويين خواتاتي الرجويات الفيديو ديالنا السالا، وإلا عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش انك تدوز عندنا الصفحات المواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالقناه فيسبوك انستغرام وتيك توك، هما تلقاهم 3 لتحت في الديسكريبشن. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. دمتم في رعايه الله وحفظه، ديما رجاء وتعيش الرجاء.